خرجت الإخوة من القبر، وآخر رجل خرجت من القبر، وإذا بهذا الشاب هذا الابن يصيح صيحة داخل هذا القبر أرعبت كل من كان في خارج القبر، يصرخ صرخة. نزلت مسرع فوجدته منهار. تخيل كده معايا ان انت تروح تعزي في جنازه، وبعد ما تعزي تروح عشان تدفن الميت، وتلاقي في الوقت ده جسم الميت رافض تماما انه يدخل القبر، واكتر من 20 شخص حاولوا يدخل الميت او الميته اللي معانا في القصه النهارده القبر، ولكنهم ما قدروش، لدرجه ان المغسل ساعتها جاله انهيار عصبي ودخل المستشفى بسبب الموقف ده. فتعالوا بينا نفهم القصه ونفهم ليه جسم الست دي ما كانش عايز يخش القبر. القصة بتبدأ مع مغسل سعودي ليه أكتر من 40 سنة بيغسل أموات. بيقول الشيخ في الوقت ده أنا جابولي الست على سيارة دينا، ودينا دي زي العربيات المكشوفة اللي بتنقل البضائع، بس في الوقت ده كان في عز الصيف، وجسم الست دي كان محطوط على حاجة من الإسفنج، ولكن من وعارة الطريق جسمها وقع على صاج دينا. بيقول الشيخ إن كان نزولها من السيارة طبيعي وما كانش فيه أي علامات عليها. بعد ما نزلوها من العربية دخلوها عشان يغسلوها، وبعد ما الستات اللي كانت بتغسل الست دي خلصوا طلبوا أهل الست دي عشان يشوفوها ويودعوها لآخر مرة. وبعد ما خلاص ودعوها طلعت من المغسلة على المسجد وصلوا عليها، وبرضه كانت كل حاجة ماشية طبيعي. خلاص طبعا بعد ما غسلوها وصلوا عليها جابوها للقبر أو للمغسلة علشان يدفنوها، وبعدها غطوا فتحة القبر وغطوا الست دي علشان ما تتكشفش. نزل ساعتها ولاد الست دي واخواتها القبر علشان يدفنوها، ولكن فجأة جسم الست مش عايز يتحرك من مكانه. 20 راجل راحوا عشان يشيلوها عشان تندفن ومش قادرين يحركوها من مكانها. لك ان تتخيل يعني ايه 20 راجل؟ يعني قادرين على انهم يقلبوا عربيه كبيره، وده بناء على كلام اللي قاله الشيخ في الوقت ده. بعد ان انتهوا الاخوات من تجهيز هذه المراه، خرجت احدى المغسلات من عند الباب وقالت: اين ابناؤها؟ اين اخوانها؟ من يريد ان يستسمح منها قبل ان نكفنها؟ فدخل الأبناء والأخوان ثم خرجوا وهم يحملونها وأدخلوها إلى المسجد، ثم قاموا بالصلاة على هذه المرأة وأتوا بها إلى المقبرة، ثم أردنا حملها وإنزالها بالفرش ليتلقاها أبناؤها داخل هذه الغرفة لتلحيدها. لكم أن تتصوروا يا أخوان، تخيلوا 20 رجل يستطيعوا أن يقلبوا سيارة صغيرة، 20 رجل لم يستطيعوا تحريك جنازة هذه المرأة قدر سنتي واحد على القبر. أبنائها ساعتها نادوا على الشيخ وقالوا له: يا شيخ هي الجنازة اتأخرت ليه؟ وإيه اللي بيحصل؟ الشيخ ما كانش عارف يرد عليهم. بيقول الشيخ ساعتها: أنا وقفت مكاني مش عارف أتكلم، مش عارف أقول لهم إيه. أقول لهم إن جسد والدتهم مش عايز يتحرك، وإن في أكتر من 20 راجل مش عارف يحركوا. وقفت مكاني ساعتها وما عرفتش أقول إيه. فواحد من الإخوة اللي كانوا واقفين قال لي: اقرأ يا شيخ. الشيخ قال له: إزاي أقرأ؟ الميت لا ينتفع بالقراءة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. قال له: يا شيخ أنا ما قلتلكش اقرأ على الميت، أنا قلت لك اقرأ ما تيسر من القرآن. فبدأ الشيخ يقرأ القرآن، والراجل اللي كان واقف بدأ يقرأ معاه، لحد ما شافوا إن الناس بقت قادرة تشيل الجنازة وبقت قادرة تتحرك بالست دي. شالوها ساعتها الناس لحد ما وصلت القبر، واستلمها ساعتها أخوها. فخلاص قال الشيخ طول ما وصلت للقبر أنا هوقف قراءة، وفعلا وقف قراءة. بس أول ما وقف قراءة الست دي وقعت من إيديهم وقعة لو حد مننا عايش زينا كده وقع الوقعة دي ممكن يموت. استغرب الشيخ جدا وراح للقبر وقال لهم: ليه سبتوها؟ قال: أخوها من تقلها يا شيخ، من تقلها مش قادرين نشيلها. وبعدين نزل عدد تاني من أهلها القبر علشان يقدروا يحركوها لفتحة القبر ويدفنوها، وفعلا ساعتها قدروا يحركوها ولكن بصعوبة شديدة جدا. ثم توقفنا على القراءة فإذا هي تسقط من أيديهم سقطة لو سقطها الحي لمات. 3 أنفار حاملين زي الطفلة فلتت من يدهم ووقعت داخل القبر. فنزلت مسرعا لهم: لماذا فلتوها؟ ما كنتم ممسكين بها؟ قال: يا شيخ من ثقلها لم نستطيع حملها، لدرجة أننا لو ظلينا ممسكين بها كان خبطت رؤوسنا في جدار هذا القبر. بيقول الشيخ في الوقت ده
بعد ما كنا هندفنها ابنها طلب مني ان هو يشوف وشها لاخر مره ويقبلها ويودعها. قلت له لا يجوز، طول ما الميت نزل القبر ما ينفعش تكشف عن وشه. قال لي نفسي يا شيخ لو سمحت بعد اذنك سيبني اشوف وش امي لاخر مره واقبلها واودعها. الشيخ ساعتها ما قدرش يرفض له الطلب ده وقال له خلاص ماشي. بعد ما كله مشي والشاب ده كشف عن وش والدته صرخ صرخه ارعبت كل اللي كانوا موجودين. الشيخ ساعتها راح بسرعه للقبر علشان يشوف ايه اللي حصل. لقى الشاب ده ساعتها جاله انهيار عصبي ومش عارف يتحرك من مكانه. بعدها طبعا خرجوه من القبر وبداوا في دفن الست دي. وهم بيدفنوها الشيخ لاحظ ان ابنها بيتسحب من بين اللي قاعدين وعايز يهرب. تخيل تكون جنازه والدتك واخر مره هتشوفها وانت عايز تهرب ومش عايز تقعد في المكان ده. يا ترى ايه اللي شافه الشاب ده في القبر يخليه يهرب من دفن امه؟ الشيخ في الوقت ده راح وراه وقال له ايه اللي حصل. الشاب قال له مش قادر يا شيخ، مش قادر احكي. وفضل يكررها. قال له بص لازم تحكي علشان الناس اللي كانت حاضره سمعوك وانت بتصرخ الصرخه دي وجايين يشوفوا ايه اللي حصل. قال له خلاص ماشي يا شيخ انا هحكي لك بس وعدني ان انت تسيبني. قال له خلاص احكي لي وانا وعدك ان انا هسيبك تمشي. قال له يا شيخ الست اللي دفناها دي مش امي. ازاي مش امك وازاي بتقول كده؟ مش ده تصريح دفنها؟ قال له ايوه يا شيخ ده تصريح دفنها بس على ورق، لكن اللي دفناها دي مش امي. الشيخ استغرب ومش عارف يعمل ايه ولا يقول ايه. ازاي ده تصريح دفنها وانت بتقول مش امي؟ قال له يا شيخ انا ام بيضاء البشره وانا عارفها كويس وشها ابيض يعني، بس اللي دفناها دي مستحيل تكون هي. الشيخ قال له ازاي؟ قال له يا شيخ اول ما كشفت عن وش امي وشها اتحول لاسود زي سواد العجال، وسواد العجال بالمصري كده يعني اسود من سواد الفحم. يا شيخ انا اول ما كشفت عن وشها اتحول اسود من شعرها لحد اخر رقبتها ما عدا الحته اللي تحت ودنها كانت لسه بيضه. الشيخ خلاص بعد ما حكى له الحكايه دي سابه يمشي، بس لحد الان الشيخ مش عارف وش الست دي ليه اتحول لاسود. خرجت الإخوة من القبر وآخر رجل خرجت من القبر وإذا بهذا الشاب هذا الابن يصيح صيحة داخل هذا القبر أرعبت كل من كان في خارج القبر. يصرخ صرخة. نزلت مسرع فوجدته منهار. أخرجناه من هذا القبر ثم بدأنا في دفن هذه المرأة وشاهدت هذا الابن وهو يتسحب من بين الحضور يريد أن يهرب فلحقت به إلى السيارة ثم أخرجت رجلي اليمنى من السيارة وقلت له ما الذي جعلك تصرخ في داخل هذا القبر؟ انظروا يا أخوان، انظروا إلى هذا الابن الذي يتبرأ من أمه. ماذا يقول هذا الابن عن والدته؟ يقول يا شيخ إن المرأة التي دفناها ليست أم. يشاء القدر بعدها إن الشيخ يروح لأحد الجنائز والشخص اللي راح جنازته يطلع واد خالد الشاب اللي هرب من دفن أمه ساعتها. فراح الشاب ده للشيخ وسلم عليه وقال له ازيك يا شيخ مش فاكرني؟ في الوقت ده الشيخ ما قدرش يفتكره، ولكن الشاب قال له انا الشاب اللي ساعتها مشيت من جنازة امي وجاي النهارده يا شيخ احكي لك اللي حصل علشان ضميري يرتاح. انا حجيت عن والدتي وعملت عمرة ليها وكمان بنيت لها مسجد، بس والله يا شيخ انا لحد وقتنا هذا مش عارف انسى وش امي، ومن اليوم ده تبت لربنا وربنا هداني. ولكن يا شيخ امي كانت لا تصلي، يعني كل اللي حصل ده بسبب ان الست دي ما كانتش بتصلي. ودي آخر القصة اللي حكاها الشيخ عن الست دي، فربنا يرحمنا ويرزقنا حسن الخاتمة إن شاء الله. لو عايزين أعمل سلسلة من الفيديوهات من قصص الشيخ وصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات واذكروا الله أينما كنتم. السلام عليكم.